أنهم شككوا أن النجاشي أيضا كانت بيده نسخة، لا أن العلامة لم تصل بيده النسخة، النجاشي أيضا لم تصل بيده نسخة ماذا؟ الضعفاء لابن الغضائري. بأي دليل؟ بدليل أن النجاشي، التفتوا لي جيشا، أن النجاشي عندما ذكر مصنفات الإمامية قبله معه لم يذكر كتاب ماذا؟ لم يذكر كتاب الضعفاء لابن الغضائري. وهذا صار خير شاهد لمن ينكر وجود النسخة بيد النجاشي، لو وصل إليه ماذا؟ لذكره. الثانية أن العلامة علام الحلي وابن داود الحلي لم يذكرا طريقهما إلى هذه النسخة التي اعتمدا عليها، مع أنهما في كتاب خصوصا ابن داود الحلي ذكر طريقه إلى المفيد، إلى الطوسي، إلى النجاشي، قال لي طريق وهذا طريقي. فلو كان لهما طريق لذكراه ماذا؟ لذكراه إلى ذلك. والمشكلة الثالثة، طبعا بعض هذني ممكن الجواب عنه، ولكن الآن فقط أريد أضعكم في الصورة أعزائي، لماذا البعض يقبل الضعفاء أو تضعيفات ابن الغضائري والبعض لا يقبل. المشكلة الأهم أعزائي، وهي أهم مشكلة، وهو أن هذه النسخة التي كانت بيد ابن الغضائر، كانت بيد أحمد بن طاووس، هو يقول أنه لا يوجد لي طريق إلى هذا الكتاب. نعم لي طريق إلى الكتب الأربعة الرجالية الأخرى، ولكن إلى هذا الكتاب لا يوجد عندي طريق. أين يقول هذا المعنى؟ أعزائي ذكر ذلك في صفحة 15، قال: وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسن بن عبيد الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة إلى ولي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري. إذن أحمد بن طاووس الذي هو منشأ اعتماد العلامة وابن داود الحلي له طريق أو ليس له طريق؟ ليس له طريق.